يعلن ويكشف عن خبر سيفرح المغاربة، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن الحكومة وضعت تصورا لإكمال إصلاح منظومة المقاصة يقوم ذلك على تسقيف ثمن غاز البوتان أي البوطة ورفع الدعم بشكل تدريجي مع التسقيف سنة 2026. وكيضيف القجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن كل هذه الإجراءات غادي يتمكن من إيجاد 3 مليار درهم سنة 2024 و8 ديال المليار درهم سنة 2025. وأكد وزير الميزانية أنه تم تفعيل آلية التضامن، والتي من المتوقع أن توفر 7 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول، إلى جانب تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لمجموعة من المواد التي ستمكن من تعبئة ما يقارب 4 ملايير درهم.